دريس البصري. تفاصيل مثيرة حول الليلة اللي تم القبض فيها على أقوى وزير داخلية في تاريخ المغرب بعد مرور حوالي 24 سنة على الوفاة ديال الحسن الثاني. ديجا ظهرات معطيات اللي هي مثيرة حول اللحظات التي تلت وفاة الرجل الذي حكم المغرب بقبضة من حديد. ومن بين التفاصيل المثيرة اللي كانت تعرضات تلك التي كتعلق بقصة القبض على وزير الداخلية في عهد الحسن الثاني دريس البصري. هاد الحكاية اللي تمات الإشارة إليها في سطر أو سطرين في مرجع أو مرجعين لم يسبق لها أن رويت بتفاصيل ديالها أو بتفاصيلها، وهي من المصادفات الماكرة لم يجمع إلا بين البصري والجنرالات بن سليمان والقادري وعروب. وما قال رجل الشاوية القاوي حينها أنه اجتماع أمني سيكون بكل بساطة اعتقال واستنطاق للسي دريس في إحدى الغرف الضيقة للقصر ديال الملك. الأمير مولاي هشام بن عبد الله كان متواجد بباريس حين تم إخباره هاتفيا بوفاة عمه أي الحسن الثاني رحمة الله عليه. واستقل الأخير أي الأمير مولاي هشام أول طائرة إلى الرباط، وما تمكنش حتى من تغيير الملابس ديالو، أي ما تمكنش حتى أنه يبدل الحوايج ديالو. لذلك كان هو الوحيد خلال المراسيم ديال توقيع البيعة اللي كيلبس لباس قومي. في ردهات القصر حيث الساعة كانت مضبوطة على ترسيم الخلافة، كان الأمير كيتجول وهو تارة كيقدم التعازي وتارة كيتلقاها في وفاة عمه الحسن الثاني. وفي إحدى الممرات يتفاجأ مولاي هشام حسب مقربين منه بصراخ ومشادات كلامية. المصدر ديالهم غرفة صغيرة اللي كان كيوقف في الباب ديالها الجنرال حسني بن سليمان وعبد الحق القادري. لم يقف مولاي هشام إلا بما هو بديهي، بحيث سيعرض إلى الغرفة، أي يمشي للغرفة بسرعة ويفتح الباب ديالها باش يكتشف المفاجأة. دريس البصري كان مربوط في كرسي، والجنرال عروب بمعين من أحد ضباط الدرك الملكي كيستنطقوه. كان الأمر بمثابة علامة من علامات الساعة. واش هاد الرجل اللي هو دريس البصري اللي كان كيقول كن فيكون قبل ساعات فقط، هو الآن كيستنطق أي يستنطقونه. الأمر كان حقيقة، وقد كان كل سؤال كيوجهوه للبصري يقابل من طرف الصدر الأعظم بالصراخ احتجاجا، بل وصل الأمر إلى تبادل الشتائم في هرج ومرج مخيفين. الأمير مولاي هشام انفعل، أي تعصب وسخط حسب المصدر المقرب، وقال للجنرالات أنه من العار القيام بمثل هذا العمل في الوقت اللي كتجه فيه الأنظار ديال العالم للمغرب. ومن بعدها طلب منهم الإفراج الفوري عن وزير الداخلية، أي يفكوه من الكرسي اللي رابطينه فيه، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، أي رفضوا الطلب تماما، بحيث رد الجنرال عروب بثقة وفي صواب ما يقوم به سمو الأمير أي مولاي هشام. هذا الإجراء احترازي ووقائي تحسبا لأي عمل يمكن أن يقدم عليه هذا الشخص أي دريس البصري. كان الرد ديال الأمير مولاي هشام حاد، بحيث قال السي عروب كنعتقد أنك ضابط ناضج جدا، ومثل هذا العمل كيسيء للحسن الثاني والمغرب في هذه اللحظة الحرجة اللي مازال فيها الجثمان ديال عمي لم يوارى التراب. كان الجنرالان بن سليمان والقادري ساكتين أي صامتين، ومن بعد هاد الملاسنة حاولوا الانسحاب من الغرفة دون تسليم بإطلاق سراح الغريم ديالهم اللي هو البصري. وقد ظل الجنرال عروب في وضع لا يحسد عليه، أي تمزق بين تنفيذ أوامر الأمير مولاي هشام الواضحة أو الاستجابة للأوامر المرموزة لبن سليمان كصاحب أعلى رتبة عسكرية ضمن المجموعة اللي كانت كتصنع الحدث الجلل. الأمير مولاي هشام هاجم الجنرال بن سليمان الصامت بلسانه والمتكلم بعينيه المتحديتين، وأمره بحزم بإخلاء سبيل البصري، وهو مكان لتشكل هذه الحادثة
أغرب موقع في تلك الليلة الحزينة. ضمن غرائب أخرى سيبدأ فيها تحديد معالم مغرب آخر، مغرب ملك جديد لا يعرف حينها أي أحد إلى أي وجهة سيتجه. كيبقى إذن السؤال الكبير: علاش تعتقل دريس البصري؟ حسب مصادر متطابقة فالأمر لم يخرج عن سببين. الأول عام وخطير، واللي هو إقدام وزير الداخلية على إغلاق حدود المملكة. وقد كان هذا القرار الانفرادي بالنسبة لأركان النظام بمثابة زلزال أمني، بل إن القضية حسب المصادر المطلعة وصلت للملك الجديد الذي لم يصل الأمر، لأن إغلاق الحدود لا يعني إلا كون البلاد تعيش حالة استثناء أو أن أمر الخلافة غير محسوم. وعلى أقل تقدير يوحي الإجراء بأن انتقال العرش تكتنفه صعوبات. السبب الثاني هو إقدام دريس البصري على تطويق جنرالات الجيش بحراسة مشددة من طرف عناصر المخابرات المدنية، وهو ما فهم منه هؤلاء أنه تشكيك في ولائهم للملك الجديد اللي هو محمد السادس، فكان ما كان من الاعتقال. وبعدها غادي يتوجهوا الجميع للقبة ديال النصر بالقصر باش يوقعوا على البيعة، ومعها يوقعوا على بداية مرحلة جديدة حيث لا أحد يعرف المصير ديالو إلا الله والملك. يصعب جدا أن يكون قرار اعتقال البصري قد اتخذ بدون علم صاحب الأمر، وإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن نعتبر تدخل مولاي هشام في هذه القضية هو بداية جر أول خيط من جورب ليلون في علاقة الملك الجديد بولد عمه أو بابن عمه. وياريت لو وقفت المسألة عند هذا الحد. ففي بداية هذه الليلة الاستثنائية تعقد اجتماع هو بمثابة اجتماع العائلة، عبر فيه الأمير مولاي هشام عن رأي مخالف لما تم الاتفاق عليه من إشراك الضباط السامين للجيش في توقيع عقد البيعة، معتبر أن في الأمر مخاطرة تماما كإدخال ذئب إلى حظيرة الأغنام، وأن هذا الشيء يعطي للجيش مكانة أكبر مما كيستحق ضمن المؤسسات الدستورية للبلاد. وكان رأي صاحب الأمر هو رفض ما ذهب إليه ابن عمه اللي هو محمد السادس. هذه سيادنا كانت بعض التفاصيل المثيرة حول الليلة اللي تقبض فيها على أقوى وزير داخلية في تاريخ المغرب، اللي كان قابض المغرب بقبضة من حديد، وما خفي أعظم. السلام عليكم.